اهلا بيكم في قناتنا وفيديو جديد مع لعبة خمن اسم الفيلم من القصة. هل هتقدر تعرف اسم الفيلم من القصة قبل ما نكشفهولك؟ جرب ونشوف. وما تنساش تدوس لايك وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ. دكتور متجوز عنده مؤسسة سرية بتساعد الرجال على الخيانة، وحياته بتتقلب لما مراته تعرف خيانته. نادي الرجال السري. شاب اضطر ينقل من مدرسة خاصة لحكومة وينضم لفريق الكورة في المدرسة الجديدة. الحريفة الجزء الأول. بنت بتحب بهاء سلطان، وهي وأندمها بيدخلوا علاقات ما بتكملش وبيتجوزوا بعض في الآخر. الهوى سلطان. بنت كانت نصابة وقررت تبطل، فاشتغلت دادة عند لواء شرطة من غير ما تحكيله عن ماضيها. الدادة دودي. بعد طلاقه وصحباته من الجامعة بيحاولوا يرجعوه لمراته، بس ده بيبوظ الموضوع أكتر. حريم كريم. اتنين متجوزين بيتخانقوا وبيجيبوا أهاليهم وبيتحبسوا طول الليل في شقة واحدة. وش في وش. دكتور بيطري مش عارف يقرب من اللي بيحبها، فبيطلع له عفريت يساعده وبيحوله شخصيات مختلفة. طير انت. شلة أصحاب كبار في السن طلعوا رحلة عشان يقفوا جنب واحد منهم بعد وفاة مراته. وقفة رجالة. 3 اخوات بنات بتحصل لهم لعنة وبيتحولوا الرجالة لما بيحاولوا يبيعوا قصر عيلتهم. بنات العم. واحدة متجوزة راجل توكسيك، افتكرت انه غرق في البحر وراحت عاشت مع خالتها في شرم الشيخ. خليج نعمة. شاب وبنت من طبقات اجتماعية مختلفة بيحبوا بعض وبيشتغلوا نصابين. مين يصدق. ضابط بيعمل نفسه طالب عشان يقبض على عصابة مخدرات في الجامعة. الباشا تلميذ. بنت اتخرجت من المدرسة وحققت حلمها ودخلت جامعة القاهرة، وبتغير شخصيتها حسب اللي بتحبه. الثلاثة يشتغلونها. بنت بتضطر تاخد شاب ما تعرفوش معاها لعيلتها على أساس إنه جوزها بعد ما اللي بتحبه غدر بيها. في محطة مصر. 3 اخوات توائم
عايشين حياتهم أكنهم واحد وبيبتدوا يتخانقوا لما يحبوا نفس البنت. كده رضا. شاب عنده كلب، عض صاحب البيت اللي عايش فيه هو ومامته، ولازم يهرب الكلب عشان ما يتقتلش. البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. شاب بيضطر يسرق قطعة آثار عشان عملية أخوه وبيتهموه ظلم في قتل ضابط. أبو علي. شاب عيلة باباه عايزينه يشتغل حرامي، فبيروح لمامته وجوزها اللي بيبعتوا مسابقة طبخ في الصين. فول الصين العظيم. 5 اخوات بيعملوا عمليات نصب وطول الوقت بيقولوا هيبطلوا، بس بيتورطوا ويعملوا تاني. ولاد رزق. دكتور بيتكلم عن مراحل الحب ال7 من خلال قصص مختلفة بيحكيها في محاضرة. هبتة. دكتور بيطري بيسافر جنوب أفريقيا عشان ياخد ورثه من عمه وبيكمل هناك عشان ينقذ المحمية بتاعته. أفريكانو. 3 اخوات من نفس الأب بيرجعوا في الزمن بالغلط لنفس اليوم اللي أبوهم قابل فيه أمهاتهم. سمير وشهير وبهير. 2 كانوا بيحبوا بعض في المدرسة، بيتقابلوا صدفة وبيتفقوا انهم يتقابلوا يوم 19 ديسمبر كل سنة. ست أيام. شاب مهووس بنيلي كريم وباباه بيخطب له بالغلط، فبيضطر يكذب على نيلي لما يتعرف عليها ويحبها. أحلام الفتى الطايش. دكتور نفسي مسؤول عن كتابة تقرير عن مجرم عشان يطلع من السجن، وبيكتشف انه طليق مراته وابو ابنها. اكس مراتي. راجل شغال في الآثار والتحف، من حبه الشديد لبنته الوحيدة بيحاول يبعد أي حد يتعرف أو يخطب بنته. عريس من جهة أمنية. شابين ولاد عم فجأة بيكتشفوا إن عمهم سابلهم ميراث لكن على شكل بضاعة غير مشروعة وبيحاولوا يبيعوها. سيكو سيكو. لاعب كرة مشهور في مصر بيعمل حادثة وبسببها بيخش السجن، وهناك بيجمع فريق كرة من المساجين. كابتن مصر. أب وأم عندهم شابين نفسهم يجوزوهم عشان يشيلوا المسؤولية، فبيضطر الأب والأم يبلغوهم إن أمهم حامل في توأم. ماما حامل.
زعيم عصابة بتحصل له إصابة وبيحتاج زرع قلب، فبيزرعوا له قلب من واحدة ست عندها ابن وحيد. قلب أمه. شكرا على مشاهدتكم، ونتمنى تشاركونا رأيكم وتقولوا لنا عاوزين الفيديو الجاي عن ايه، وما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. نشوفكم في لعبة جديدة.